كل حاجه. انت ماشي. لسه هتفكر؟ لا لا خلاص، بكره اروح الشهر العقاري واكتب لك كل حاجه، بس اوعي تعملي زي سوسو وترميني في الشارع. لا يا حبيبي، خلي بالك. انا لا زي سوسو ولا زي توتو ولا زي ميرا. خلي بالك، المصنع والفيلا دول هم اخر حاجه انا بمتلكها يا نور. راح ربنا فيا. انت هتكتبهم لمراتك ام ولادك، هو انت هتكتبهم لواحده من السناكيح اللي انت جوزتهم يا علي؟ بس اوعي تغدري بيا لحسن بعد كده اشحت. لا ما تخافش. حاضر يا نور، امري لله. هكتب لك اللي انت عايزاه. ايوه كده يا علي، انت ما تجيش الا كده. انا شفت منك القمرين. ايوه بقى، هاخد منك كل حاجه. ووريني بقى هتعمل ايه بعدها وبظروفها يا علي. مالك انت وهو؟ هتقول لها انت ولا اقول لها انا سعيد؟ ما تتكلم. وانت بتعامل ابونا وحش ليه كده؟ هو عمل ايه كل ده؟ الراجل قضى حياته كلها شغل وتعب علينا عشان يكون البيت ده، عشان يتجوزك ويكون معاه برضه بيت وعيال وكده. ما يستاهلش معانا دي منك. لا حاجه يا عم. انتوا كنتوا صغيرين ومش عارفين حاجه. ده افترى عليا وطلقني واتجوز واحده، ماشي؟ وبعد ما خدت منه كل حاجه جاله غصغص كده في دماغي، ماشي؟ فردني. انا جيت عشانكم، ان كنت رجعت عشانكم، لكن هو ملوش قيمه عندي. طب يا ماما، هو الراجل غلط غلطه في حياته نفضل نعاقبه عليها العمر كله؟ يعمل 1000 حاجه حلوه ننساها له ونفتكر له حاجه واحده وحشه ليه؟ نرمي الحلو ورا ونفتكر الوحش قدام ليه؟ كل انسان بيغلط، فهو غلط وخلاص عرف غلطه، يعني مشي الدنيا عشان الدنيا تستريح معانا. يا اخي سبحان الله، فضلتوا على كده ما الحال مش هيمشي. سبحان الله. انت عارف انا دايما الستات انا بعتقد كده واحطها في دماغي، الست حاطه يعني زي شوالين كده، شوال ورا وشوال قدام. ترمي الحاجه الوحشه في الشوال، الحاجه الحلوه في الشوال اللي ورا، والحاجه الوحشه قدام عشان اول ما يزعق لها تهابله بالوحش. انت عملت وحش، ما عملكيش اي حاجه حلوه، افتكر له اي حاجه حلوه. مش قادره افتكر اي حاجه. حصل خير يا بابا. الوحش كله هو اللي فاكره. عشان خاطرنا ابونا كبر، والله العظيم الراجل كبر لما يموت عملت فيه ايه؟ ما انا جايه وبخدمكم ومش مخلياكم محتاجين حاجه. يا عم ابونا كبر، قول لها حاجه. اقول لها طيب، بس كان جاي ياكل خلته وزعبت فيه. الراجل لو عايش معانا النهارده، انت عارفه الرجاله بتكون عيانه. بقول لك ايه يا خالد انت وهو، قوم يا سعيد، انا عندي صداع، يلا. تعرف ان احنا مهما اتكلمنا اللي في دماغها انت لو جبت لها مديريه بحالها. بس عايز اقول لك، راجع الكلام بينك وبين نفسك، هتعرف ان احنا عندنا حق، ان ابونا لو عاش النهارده مش هيعيش بكره. الراجل كبر، خليه يموت وهو راضي عنك، ده انت بينكم عشره وعيش وملح. ولو مش هتفكري في ابونا فكري فينا احنا، فكري فينا وتشوفي مستقبلنا، وان احنا مش هنعيش في النظام ده، ونشوف ابونا بيتعذب قدامنا بيتذل في الرايحه والجايه قدام عينينا. مش هنشوفه كده هو قاعد يكح جوه. تعال بص، نناديه يقعد معاه شويه. خلاص يا عم، مشي الدنيا عشان خلاص. مشي الدنيا، خلينا. ازيك يا نور؟ ازيك يا علي؟ اقعد. اقعد يا علي. انا اصلي خالد وسعيد قالوا لي انت ممكن تقعد جنب نور. قال الكلام ده؟ ايوه. مش هتضربيني؟ لا. مش هتشتميني؟ لا. يعني هتجيبي لي اكل صح؟ هجيب لك تاني. وانا عملت لك حاجه قبل كده عشان تزعلي مني؟ عملت لك حاجه؟ انت مش فاكر انت عملت فيا ايه يا علي؟ لا مش فاكر، من ساعه ما وقعت على دماغي مش فاكر حاجه. الدكتور ده من رحمه ربنا عليه. الدكتور قال لي خلاص انت جالك مزهمر خلاك ما تنسى كل حاجه. شوف نعمه ربنا، النسيان ده نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. انت سقيتني المر ووريتني الويل وليل. اصعب حاجه الدره. جبت دره وطلقتني ورميتني. بص انا مش عارف حاجه، عشان الدكتور قال لي الممهمص ده هيخليك ما تفتكرش حاجه. عشان كده انت مبسوط في نعيم. بقول لك يا نور، وانا تحت السرير كده لقيت خرشوفه، ممكن اكلها؟
معلش انا قلت اقول لك قبل ما اكل، اصل انا نفسي نفسي في الكلثوم، انا نفسي لا لا لا، أنا الطبق ده حلو في التلاجة وكل حاجة أنت عايزها. الكلثوم. بص أنا هنسى اللي فات علشان المرض اللي جالك ده رحمة، ماشي؟ وهتقي ربنا فيه، مش هعمل زي ما أنت عملت فيا، كله عند ربنا سبحانه وتعالى، وهعاملك بما يرضي الله. مبسوط؟ وهتقعد معايا على الصبح. انا بلا موسى، انا بلا موسى، انا بيسا موسى، انا بيسا موسى. كفاية اللي هو فيه، عقله راح منه. انا بيسا موسى، انا رحمة، أعامله بما يرضي الله عند ربنا سبحانه وتعالى. ولا انتوا رأيكم ايه؟ مش هعامله بما يرضي الله وانسى اللي فات؟ وكفاية اللي جاله انتقام من ربنا سبحانه وتعالى. يا ريت تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واللي عملته صح ولا غلط.